انا بقى هقول لك موضوع كهربا. اه لعيب برازيل. انا بقى اشتغلت مع كهربا وعارف ايه اللي بيحصل. ماشي. انت كهربا دلوقتي لو انت قدرت تخطف جون والدنيا تمام، وعايز تنزل حد يرخم بقى شويه في الملعب ويحصل مشاكل في الملعب والدنيا تخرج اللعيبه بقى التوانسه بره تركيزهم، نزل كهربا. طب انا ممكن بقى انا يعني اتقمص دور المذيع انا النهارده. اتفضل. وعايز اساله بس، هل هي انت بتتكلم بقى ان هي كهربا مثلا دلوقتي، يعني هل كهربا كولر ما بيعتمدش عليه؟ هل هو بدنيا كهربا وقع ما يقدرش يلعب 90 دقيقه، ولا احنا بنشوف كهربا بينزل في الدقيقه 80 و85؟ فبما انك وحتى لو واقع بدنيا اكيد مش الخمس دقايق دي اللي هتخلصوا انا عايز بدنيا. برضو افهم يعني القصه من كهربا. هو يمكن يا سالم انت طبعا عارف ان هو قريب من كهربا، ويمكن قبل كده درب. هو مش عايز يقول لنا الكواليس، انت بقى خرج منه الكواليس ما انا بخرج بضغط عليه اهو. فانا عايز اعرف القصه دي يعني ليه كهربا مثلا 85 80؟ هل خلاص كولر مش مقتنع بكهربا؟ بص، كهربا انا شايف انقذ النادي الاهلي الموسم اللي فات، انه ما كانش فيه سترايكر وهو غير مركزه بالاتفاق مع كولر. وما كنا بنشتغل ساعه فتره الايقاف بتاعته اتفقنا مع كولر بريبورتاته بكل حاجه ان الراجل ده مش هيطلع على الخط. كهربا از وينجر جامد جدا. طب. بس خلاص مش هينفع يلعب هو بره. نسي المركز ده خلاص، مش هينفع يلعب بره، فهو اشتغل كسترايكر. بس هو ما كانش اعلى كواليتي كسترايكر، بس كان بيعرف يفنش كويس. بس خلص ماتشات كتير قوي. كان بيعرف يفنش كويس جدا. بس كهربا ما كانش لو انت خدت بالك الارقام بتاعته بدنيا في الماتشات دي مش اعلى حاجه. هو ما بيتحركش كتير، هو بيتحرك جوه البوكس يخطف، يتحرك في حاجات فيها زي ما بيقولوا نكش كده في الكوره، ينكش ويخلص زي موديست يعني. شفت انت النكشه دي؟ لا موديست إيه؟ لا انا همشي. خلي بالك وسام مختلف، يعني مهاجم مختلف عن كهربا. وخد بالك وجود وسام دلوقتي بقى هو اللي باين الفرق البدني اللي موجود دلوقتي كسرعات. بس انا عندي سؤال بجد يعني. انا لما بشوف وسام بيلعب كوره بحس ان هو عنده مشكله في الاستلامات. مفيش مره اشوف الكنترول كده تيجي الكوره يوقفها على رجله وتحس انه بيمشي بسلاسه، دايما تحس انه بيلحق الكوره. عشان هو مش لعيب، مش روديجر مثلا. هو مش ده. هو لعيب زي ما بقول لك، زي اللي بيتعمل ايرلي كروس، يقطع من بين المدافعين ويقدر يحط الكوره بتتلعب من الناحيه اليمين او الناحيه الشمال، يقطع على العرض القريبه بسرعه. السرعات بتاعته هي اكل عيشه. لا وبعدين يا جيمي برضه هو بيعرف ينزل تحته ويخلق مساحات اللي جايين من ورا. لا وبعدين هو لعيب ذكي، بيعرف يفكر، صغير في السن، بدأ يتأقلم مع لعيبه النادي الاهلي، ففي كيمياء بدأت تبقى موجوده مع لعيبه النادي الاهلي. وبعدين هو هيدرز كويس جدا، افضل من موديست وافضل من كهربا. فلو بنتكلم على وسام، لا وسام هيفضل مكمل مع الاهلي شويه حلوين يعني، وهيعيد كده صولات وجولات ايفونا مع النادي الاهلي. والنادي الاهلي كده بعد سنتين ولا حاجه هيبيعه برقم كويس جدا يعني. تفتكر؟ ده اكيد تفتكر؟ الاداء اللي احنا شايفينه. تفتكر مين؟ وسام. اصل وسام يلعب على اي حد برضه. وسام انت لو رجعت بس شويه كده، ازارو. انا كنت عايز اقول كده والله من شويه. زي ازارو تاني. هو زي ازارو احسن من وسام. بس هو ازارو تحركاته احسن تحركات مهاجم جه في مصر. انا بالنسبه لي ازارو اوحش فينش جه في مصر. طب ليه ما اشتغلش عليك في الفينيشنج ويبقى الراجل كويس جدا؟ يقدر يحصل. الراجل مشي بعديها راح الامارات، باين ما ظهرش. موجود في عجمان دلوقتي ولسه مجدد لسه مجدد معاهم. بس انا بقول لك الراجل ده كتحركات بيهد طبعا. لا بيقطع جامد جدا، وبيخلي اي مدافع يعني اي اتنين مدافعين بيتجننوا منه. خلي بالك نفس فكره متعب برضو. لما كان متعب بيلعب برضو، متعب كان من نوعيه المهاجمين اللي هي بتهد المدافعين بشمال ويمين وينزل تحت وهيدرز وبتاع، ما تعرفش ان هو. طب وسام ولا الجزيري مثلا؟ وسام ولا الجزيري؟ لا انا شايف وسام افضل من سيف الجزيري. محتاج بس يتأقلم بشكل اكبر كمان مع النادي الاهلي. وسام هياخد هداف الدوري في النادي الاهلي بشكل مستريح. وانت يعني بالنسبه لك وسام ولا الجزيري؟ انا بالنسبه لي قوه الجزيري مطلوبه. بس انا شايف وسام متكامل شويه عن الجزيري، وتفكيره اعلى من الجزيري. يعني تفكيره لما بتجيله الكوره ان هو هيعمل ايه، فبياخد القرار في جزء من الثانيه. وده اللي مطلوب لمهاجم النادي الاهلي او مهاجم النادي الزمالك، فان هو ياخد القرار في جزء من الثانيه، يبقى عارف هيعمل ايه، بيبقى حافظ الملعب، عامل سكان للملعب. فده اللي بيميز وسام وخلاه يفرق بشكل كبير جدا في الفتره انت الجزيري لو انت عملت له زقه ان هو لازم يتاخد الملعب، لازم يبقى فيه سرعات بيني وبينك، مش هتلاقيه. لو حطيته جوه منطقه الجزاء بقى وضرب وهجيب الجون ده، يعني هجيب الجون ده. الجزيري وليد
مش وليد اللي هو وسام. هو خلاص اتقلب معايا وليد، هو وسام. لا وسام انت بتتكلم هتاخده في سرعات، لا انت هو يعني سريع جدا، ويقدر الستارت بتاعه كمان اعلى من اي حد، اعلى من اي مدافع في الدوري المصري.